السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل كيك اسفنجي، طريقة سهلة وبسيطة، مكونات كلها موجودة في البيت، طريقة سهلة وان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم. المكونات: 250 جرام من الدقيق، 200 جرام سكر بودرة، 50 جرام من النشا، 6 بيضات كبار، فانيليا، معلقة صغيرة من البيكنج باودر مساح، ربع معلقة صغيرة من كربونات الصوديوم، تلت كوباية من المية، معلقة صغيرة من الخل او عصرة نص ليمونة لو مفيش خل. معايا طبعا معلقة كبيرة من البن، وهي دي اللي هتسهل علينا الضرب بعد ما احنا نضيف كل المكونات على بعضها. الصينية المستخدمة صينية مقاس 24. تمام. هنحط طبعا كل المكونات على بعضها بما ان معانا محسن الجل بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي، كله على بعضه، وهنخلطه خلط خفيف بالمضرب كده بايدينا الاول. تمام كده. نحط محسن الجل، وعلشان احنا حاطين محسن جل فاحنا عملنا الحركات دي. لو احنا مش هنحط محسن جل هنضربها بطريقة تانية خالص. تمام. بالشكل ده كده هنرفعها بقى في العجان على الدرجة الاولى، وبعدين بعد كده نرفع عليها السرعة لحد ما تبيض وتاخد القوام المناسب. احنا كده بطلنا الصينية بورق الزبدة. هننزل بقى بالمقدار كده، خلاص هي اخدت ضربها كده مناسب. هنزل بقى بيها في الصينيه، وتكون مسخنه طبعا الفرن على درجه حراره 180. ادخلها لمده نص ساعه، وبعد كده اختبرها. لو استوت اطلعها، ما استوتش ادخلها الفرن تاني واسيبها، وبعد كده عينك ميزانك. تمام. هي كده هي بعد ما طلعت هسيبها بقى تهدى شويه واغطيها بفوطه لحد ما اجي استخدمها، مش اقل من 6 ساعات علشان ابدا اشتغل فيها. تمام. الكيكه اهي بعد ما طلعت، والله ما تفرقهاش خالص عن اللي بره. حجمها مناسب وجميله ومرتفعه وبيضه وهشه جدا جدا. ودي التسويه كمان من تحت، شايفين؟ التسويه ممتازه. هحاول بقى هنا ان انا اسويها كده. هقطعها بقى 3 قطع متساويه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. دي القطعه الاولى طريه جدا، شايفين الكيكه وهشاشتها ما شاء الله. وكده هقطع القطعتين التانيين. تمام. دي الوسطانية. القطعة التالتة بقى دي هشيل الوش من عليها خالص، لانه طبعا ما بيبقاش الطف حاجة في الاكل، فمش هيبقى طعمه لطيف في الاكل، فهنشيلها. وهنخلي الطبقة اللي احنا بنقشرها دي هي القاعدة من تحت. تمام. هي قاعدة الكيك من تحت. تمام. يعني دي اللي هتبقى القاعدة، ودي وهنشتغل فيها من الوسط كده. تمام. بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. معايا هنا كريم شانتيه، كوباية ونص من الكريم شانتيه، ضربتهم مع كوباية ونص من المية المتلجة، وحطيت حوالي 3 معالق من السكر البودرة او حسب الرغبة. ومعايا هنا ده شربات عاملاه للسقية، كوباية من السكر، كوبايتين من المية، قطعتين من الفراولة حطيتهم فيها عشان يبقى كمبوت بالفراولة. تمام. مع شعرة من الفانيليا. هسقي بها كيك بقى كده. حطيت الطبقة الاولى، هسقي الكيك واحاول ان انا اسقيه كويس لان هو بيشرب. تمام. هسقيه كويس جدا، وخصوصا من الحواف لان الحواف بتبقى ناشفه شويه. هحط بقى طبقه من الكيكه من الكريمه، وفوقها صوص فراوله. صوص الفراوله برضو انا اللي عاملاه في البيت، بس للاسف القطعه دي ما اتصورتش، هتظهر في المقطع التاني. كده حطينا الكريمه وصوص الفراوله. انا عملته كوبايه من الفراوله المجمده، حطيتها اتضربت في الخلاط مع نص كوبايه من الميه، ورفعتهم على النار مع معلقتين كبار من النشا، وسبتهم على النار شويه لحد ما عمل لي الصوص ده. واي ريم طبعا هيطلع بتشيليه. احط بقى طبقه صوص الفراوله على الكريمه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وهروح حاطه الطبقه الثالثه. تمام. كل حاجه من البيت، وان شاء الله تعجبكم وتنول اعجاب حضراتكم. تمام. طريقه سهله وبسيطه، ما تخافيش وجربي، وربنا يحسن ما بين ايديك يا رب العالمين. انا كده جلستها التجليسه الاولى كده، خلاص هدخلها بقى التلاجة واسيبها لتاني يوم. هكملها تاني يوم. تمام. هديها طبقة تانية بعد تاني يوم بقى كده. احنا اديتها طبقة تانية، وحاولت ان انا اخليها ملساء بقدر المستطاع. وبعدين انا كده بستخدم المشط في التزيين الكيك. تمام. وبضيع اي دفوهات موجودة في تجليس الكيك. تمام. بالشكل ده، وكمان بيديها شكل حلو.
بالمشط كده باليم الرفيعة عملتها بالطريقة دي، ادتها شكل حلو وضيع اي عيوب في التجليس. تمام. معايا بقى هنا ورق ترانسفير على شكل وردة، هسيح شوكولاتة خام على النار على حمام مية، وهملى بيهم ورق الترانسفير وادخله الفريزر يجمد. تمام. معايا هنا لون اخضر غذائي، كريم شانتيه، خدت منه معلقتين كبار كده وحطيت منهم نقطة صغيرة من اللون الاخضر، خدتهم في قلب الكيس الحلواني كده من الجناب فقط، ومن النص حطيت الكريمة البيضاء يا دوبك بس على الروزيتات كده يديني تجزيعات خفيفة من اللون الاخضر. تمام. بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، هو اللون مش باين قوي بس كان شكلها جميل. تمام. كده خلصنا الروزيتات من فوق، هعمل بقى على الحواف من تحت. تحت في الكيكه كده هعمل نجوم صغيره بنفس البلبله برضو. تمام. وهاخدها داير ما يدور بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. في الوقت ده طبعا انا حاطه الروزيتات الوردات اللي انا كنت عملتها في القالب في الفريزر تجمد. تمام. كده خلصتها كده، والروزيتات كمان جبتها وفضيتها من الورقه بتاعتها بالشكل ده. هاخدها بقى اوزعها توزيع عشوائي على الجوانب كده بالشكل ده، ومن فوق بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. تزيين بسيط وسهل. اتمنى ان الفيديو يكون من اعجاب حضراتكم وتعملوها باذن الله تعالى، احسن من ان احنا نشتريها من بره وارخص كتير كتير. تمام. وهي هيك بعد ما اتقطعت. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو كان عجبكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك، والى اللقاء في فيديو جديد.